السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هنعمل جلاش حادق بشكل مختلف. لو زهقتوا من الشكل التقليدي للجلاش، ده هيبقى شكل لذيذ على السفرة. المكونات كلها هكتبها لكم في الديسكريبشن بوكس. وهبتدي ان انا انزل اللحمة بتاعتي حوالي نص كيلو في طاسة سخنة جدا من غير سمنة ومن غير زيت. هبدأ ان انا اقلب فيها لغاية ما تغير لونها. هنزل بالتوابل بتاعتي: بابريكا، فلفل اسود، كاجون ممكن نستغنى عنه، وبهارات 7، وملح، ورشة من الحبهان ورق اللورا مطحونين. هبدأ ان انا اقلبهم في بعض، وبعد كده انزل عليهم بالبصل والفلفل المفروم اللي عندي. انا استخدمت حوالي بصلاية كبيرة على النص كيلو لحمة المفروم. هقلب فيهم بقى واسيبهم على نار هادية يستووا. وده كان شكل اللحمة بتاعتي بعد ما استوت. نبدأ بقى ان احنا نجيب الحشوة، والحشوة يعني ممكن تحشوها بأي حاجة انتوا عايزينها. ممكن نحشي بجبنة، ممكن نحشي بخضار بس، ممكن نحشي ببسطرمة، ممكن نحشي اي حاجة انتوا عايزينها. هنبدأ بقى ان احنا نجيب السمنة بتاعتي السايحة، وادهن الورقة بتاعة الجلاش كلها كويس قوي بالسمنة. وهبدأ ان انا اعملها زي البلاست كده. هاخدها، شايفين هي بقت عاملة زي الوردة ازاي؟ وهاخد الحشوة في النص وهقفل عليها من الاربع تربع. انا حطيت لحمة مع خضار، وشايفين هقفل عليها ازاي. وده هيبقى شكلها. بجد شكلها لذيذ جدا، يعني مش هتاخد وقت خالص على فكرة. اهم حاجة بس ان احنا الجلاش لو مش فريش، يبقى نسيبه من الفريزر يخرج، يفك خالص، ونزود السمنة اللي احنا بندهنها عشان نعرف نشكلها بالطريقة دي. ناخدها من الناحيتين كده، من الاربع اتجاهات، ان هي تبقى زي الوردة، ونحط الحشوة في النص ونقفل عليها من الاربع اتجاهات. بس كده. هخلص الكمية اللي عندي، وبعد كده ادهن وشها سمنة كويس قوي. وبعد كده ادخلها الفرن على درجة حرارة 180، رف اوسط، وهسيبها حوالي 10 دقايق. واجهز عندي كوباية لبن ببيضة بفلفل اسود وملح، اقلبهم كويس قوي. وهخرج الصينية بعد ال10 دقايق دي، اشرب الجلاش بتاعي واحدة واحدة كده زي الفيديو. وبعد كده لو في بقى لو في سمسم او حبة البركة هحط كده على الوش. بيديه شكل وطعم حلو برضو والله. وبس كده، ده الجلاش بتاعي سهل جدا، وشايفين شكله لذيذ قوي ازاي. بجد شكله حلو قوي، عامل زي الوردة كده، وشكل حلو قوي على السفرة. جربوه وقولوا لي رأيكم، واشوفكم على خير الفيديو الجاي.